سمعنا من فترة جملة انتشرت على السوشيال ميديا بتقول إننا كأبناء الجيل الحالي بنعيش أسوأ فترة مرت على الكوكب، وبنستلم الكوكب بيخلص وبيطلع في الروح. أحب أقولك إن أنت غلطان، وبعد الحلقة دي هتبوس إيدك وش وظهر على الحال اللي أنت فيه. ولو فاكر نفسك عايش في أسوأ زمن، ففي أوقات كتير عدت على البشرية كان الوضع جنوني، وحرفيا اللي بينجو بحياته وبيعيش ده كان محظوظ. فترة من أسوأ الفترات اللي مرت بتاريخنا، واللي فيها وصل الحال إن الناس تاكل بعض. فكنا طول عمرنا نستغرب لما نسمع قصة من قصص القتلة المتسلسلين أو أكلي لحوم البشر، واللي منتشرة في دول كتير، واللي طول عمرنا بنقول استحالة ده يحصل في دولة من الدول العربية، الدول اللي عندها معايير ودين وقيم وأخلاق. إلا إن قصة أغرب من الخيال لأكلي لحوم البشر في إحدى الدول العربية غيرت الفكرة دي تماما، وتحديدا في العراق في مدينة الموصل، واللي من أكتر المدن العربية المشهورة بالمطاعم، واللي كان أكترهم شهرة في الوقت ده مطعم عبود، واللي كان مطعمه طول الوقت مليان بالزباين وشهرته كبيرة جدا، والناس بتجيله من آخر الدنيا زي ما بيقول، لحد ما في يوم ضرب خبر المدينة وهزها، وخصوصا زباين مطعم عبود، واللي اكتشفوا إنهم طول الوقت ده بياكلوا لحوم بشر. ومن هنا بدأت قصة بعيدة كل البعد عن الإنسانية، حصلت أثناء المجاعة في الموصل سنة 1917، وشاع وانتشر خبرها في كل مكان، وفضل الناس يتكلموا عنها لمدة طويلة. وهي إن راجل من الموصل اسمه عبود كان بيصطاد الأطفال بالتعاون مع زوجته، اللي كانت بتنزل الأسواق متنكرة، ولما تقابل طفل بتفضل وراه وتوعده انها هتاكله ببلاش. وطبعا لظروف المجاعه اللي كانت موجوده في البلاد، الاطفال كانت بتصدقها وكانت بتروح معاه، وكانت بتخدرهم بمخدر معين عشان الطفل ما يصرخش، وبتشيلهم في شويه. وبحكم انها ست ما كانش حد بيفتشها، وبترجع على طول لجوزها اللي بيبدا شغله وبيذبح الاطفال دول، وبيصنع من لحومهم وجبه اسمها قليه، وبيبيع الوجبه دي للناس في مطعمه وبسعر رخيص. قال يعني انه بيساعد في رفع المعاناه عن المواطن في ظل المجاعه. في الوقت ده وبسبب الظروف اضطر الناس ان هم ياكلوا القطط والكلاب، والوضع ده واللي زيه ما عداش على العراق بس لوحدها، لا ده تقريبا كل دول العالم مرت بنفس المرحله دي، ومنهم مصر على فكره، علشان ما حدش ياخد الامور بشخصها. المهم ان اللي حصل ان عبود ومراته بعد فتره من المجاعه، وبعد ما اعتاد الناس اكل القطط والكلاب، ولان فتره المجاعه طولت، فده ادى ان القطط والكلاب نفسهم خلصوا من الشوارع، فقرروا ان هم يغيروا نشاطهم، ونسيوا ان هم بشر بغض النظر عن ان هم مسلمين او غيره. هم حرفيا نسيوا كل ما يربطهم بكلمه انسانيه، وقرروا اكل البشر. فكانت اول ضحيه ليهم واحده ست عجوزه من المشردين، اللي ما كانش ليهم مأوى، وما كانش اي حد كده كده هيسأل هي راحت فين، فقتلوها واكلوها. الا ان لحمها كان دسم شويه، وفضلوا طول الليل تعبانين بسبب الظاهر ان الحاجه كان لحمها مر شويه. بعدها قرروا ان هم ياكلوا الاطفال، وقسموا المهمه بينهم. خجاوه هتستدرج الاطفال وتخطفهم، وعبود هيذبحهم ويجهزهم للطبخ. واستمر الوضع ده على كده في حدود السنه او اقل شويه، لحد ما انكشف امرهم بعد ما تقدم بلاغات كتيره باختفاء الاطفال، وبدات الشرطه ساعتها تفتش اغلب البيوت والمتاجر. واخيرا عن طريق الصدفه راح رجال الشرطه لبيت عبود، ودوروا فيه لحد ما لقوا حفرة فيها 100 جمجمة وعظام بشرية كتير، وتم القبض على عبود ومراته وراحوا المحكمة. وهناك انهارت الزوجة واعترفت للقاضي بكل التفاصيل اللي ذكرناها، وحكمت المحكمة على عبود ومراته بالإعدام شنة. وفي صباح يوم الإعدام ركبوهم على حمارين، ساقوهم لوادي الطوب، وكانوا ناصبين ليهم مشنقتين، وكان الناس في الطريق بيضربوهم وبيشتموهم، وكان عبود بيرد الشتايم، وكمان كان بيضيف عليهم شتم الحكومة وكأنه ما عملش أي حاجة، وكان بيعتبر الحكومة هي المسؤولة عن المجاعة اللي حصلت، وبالشكل ده هي اللي مسؤولة عن جريمته. وبالشكل ده بتنتهي واحدة من أغرب حكايات أكلين لحوم البشر في التاريخ، واللي بنعرف من خلالها حاجات مهمة جدا. أولهم إننا بنعيش أيام جميلة جدا تستحق حمد ربنا، وتانيهم اوعى تحكم على حد قبل ما يتحط في اختبار، وخصوصا لو الاختبار ده يمس طبيعته البشرية وغريزته وشهواته. مش بعيد لو جاع ياكلك،